القدس تيفي، عيش الخبر أينما كنت. في بيت أمر شمال الخليل جنود الاحتلال لا يفرقون بين الميت والحي، فعندما تقرر المشاركة في جنازة ما فعليك أن تحذر من الرصاص وقنابل الغاز التي يطلقها هؤلاء الجنود باتجاه المشيعين عند اقترابهم من مدخل المقبرة على الشارع العام. طبعا احنا بنيجي بالجنازة امبارح، يعني بالطبع يعني كانت جنازة لمرت عم إلي، فنازلين فيها احنا يعني احنا والعالم، فتفاجأنا الجيش يعني واقف عند البرج هناك، فصار يعني رد في العالم يقول لهم من هنا ممنوع تيجوا، لفوا في طريق ثاني من هيك بتيجي على البوابة الثانية من وراء المقبرة. فالشباب علقت وقاموا نزلوا، دفعنا الجيش ونزلنا، فدخلنا وصلنا هنا قعدنا ساعة، فتحنا باب القبر وبلشنا ساعة ندفن في مرت عم إلي، إلا الجيش دخل ورانا هنا على طول بلش فينا قنابل صوت. المقبرة الرئيسة والوحيدة في البلدة تقع على الشارع الرئيس المسمى بشارع 60 الواصل بين الخليل وبيت لحم، وهي شاهدة على كثير من الاعتداءات من قبل الجنود الذين يستخدمون من مدخلها مركزا لهم، كما أنها تقابل البرج العسكري الذي يتفنن الجنود الذين يعتلونه في إطلاق الرصاص على المواطنين. بطبيعة الحال هذه المقبرة تشهد معاناة كبيرة جدا من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، حينما يأتي الميت لكي يقوم التشييع ويقوم الاحتلال بقمع هذه الجنازة. واعتبر الاحتلال مؤخرا بأن الجنازات هي عبارة عن مظاهرات، ويحاولون أن يغلقوا هذه المقبرة. الاعتداء على المشيعين أصبح اعتياديا، فالعديد منهم أصيبوا خلال الجنازات، وما يدلل على ذلك المضايقات التي تعرضنا لها عند اقترابنا من المقبرة، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص على جنازة سيدة قبل يوم من تصوير هذا التقرير وإصابة رجل كبير برصاصة في صدره. هنا مقبرة وهناك برج عسكري، وهنا في هذا المكان الذي نقف فيه يسقط الجرحى ويرتقي الشهداء، فكلما خرج الأهالي لدفن أحد موتاهم تزداد احتمالية إصابة أو استشهاد شخص آخر من المشيعين. لتلفزيون القدس، محمد العدم من بلدة بيت أمر شمال الخليل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.